هاخلّيكم تعملوا فطير من غير عجين، ولا وجع قلب بقى ولا تخمير ولا أي حاجة، بُصّوا فطيرة زي اللي بنشتريها من برّه بشوية لبن وسكر وكمان مكسرات وحاجة كده عسل، بس هادّيكم كده سر بسيط هيخلّي طعمها حلو أوي زي بتاعة برّه، بُصّوا الحلاوة والجمال. تعالوا نبدأ. هاعملها بالجلاش، عندي كده الجلاش هاخد الورقة وأقسّمها 4 تمام، هاخدها كده بالطول زي ما أنتم شايفين، هابدأ كده بين كل واحدة وواحدة أدهن كده سمنة، لازم ندهن سمنة علشان تورّق ما تبقاش معجنة. بعد كده هاحط 3 طبقات من الجلاش تمام، ممكن تعملوا بالورقة الكاملة ممكن، بس دي بتبقى خفيفة وحلوة وسهلة جدًا. هابدأ بقى آخد وأحط أي حشو عندِك، أنا حطيت اللي هو الفستق الكدّاب، اللي هو البيستاشيو الكدّاب، أنتم بقى ممكن تحطوا سكر، ممكن تحطوا عسل، ممكن تسيبوها فاضية سادة، ممكن ما تحطوش يعني بُصّوا اللي أنتم عاوزينه حطوه جوّه الوصفة دي. بعد كده بادهن كمان سمنة، وخلاص أنا كده قفّلتها زي المربع، وأدهن كده سمنة من فوق ومن تحت زي ما قُلت لكم لازم ندهن سمنة كويس جدًا، جدًا، علشان الوصفة بتاعتِك تنجح وتبقى زي العسل زيكم كده. هاخد بقى الوصفة الحلوة دي طبعًا أنا عملت إيه كذا واحدة مع بعض، تبقى آخد كده صينية أو طاسة على النار، على نار كده متوسطة، وأبدأ كده أحط الفطيرة بتاعتي. هاستنى بس إيه دقيقتين على كل ناحية مش أكتر، بعد بُصّوا الدقيقتين هالاقيها كده خدت وِش وهي استوت من جوّه والحشوة طبعًا مستوية. هابدأ بقى آخد الفطير الحلو ده وأحطه فين، أحطه كده في صينية التقديم، وكمان أبدأ كده أحط التانية بقى الفطيرة التانية، ما أنا عملت كذا واحدة. بُصّوا يا جماعة شكلها حلو إزاي، ودرجة التسوية زي ما أنتم عاوزينها، عايزينها محمرة أوي، عاوزينها فاتحة شوية، عاوزينها غامقة، اللي أنتم عاوزينه. مكان بقى الفطير اللي أنا عملته هانزل كده بحوالي نُص كوباية من اللبن مع إيه، معلقة من القشطة وكمان فانيليا وعسل أسود، عسل أسود ده بيدّي لون كده غامق سيكا وكمان بيدّي طعم حلو جدًا. ممكن تحطّوا عسل أبيض ممكن تحطّوا لبن سُكّر بودرة ممكن زي ما أنتم عاوزين. بُصّوا بقى بامسك كده الفطيرة الحلوة دي وبابدأ كده أقسّمها علشان لو حد عامل دايت زيي كده ياخد حتّة صغيّرة ويدوقها ما ياكلش إيه، ما ياكلهاش كلّها. هابدأ كده أقسّم وعاوز أورّيكم إن الحشوة ماسكة جوّه الجلاش، يعني الجلاش ماسك جوّه الحشوة، هو خلاص ما بقاش جلاش هي بقت فطيرة بإيه، بالمكسرات. هابدأ كده إيه، هاقطّع الفطيرة بتاعتنا على قطع صغيرة، ممكن بقى الواحدة زي ما أنتم شايفين أنا مرّة قطّعتها على 2، مرّة قطّعتها على 3، يعني زي ما أنتم عاوزين قطّعوها. بُص الحشوة ماسكة إزاي نفسها، حلوة جدًا وجميلة. بعد كده بقى إيه، أحُط بقى اللبن اللي أنا عملته مع العسل الأسود، ممكن تحطّوا بقى رشة سكر بودرة، بس أنا حبيت كده أحُط رشة إيه، فستق كدّاب. لو عاوزين فستق الكدّاب طريقته اكتبوا لي في الكومنتات. وكده عملت أسهل فطيرة ولا عجنت ولا خبزت ولا وقفت قدّام النار. وما خدتش 3 دقايق على النار، يعني ما خدتش وقت خالص، وعملتها بشكل حلو وجميل وتنفع كمان للعزومات. كان معاكم الشيف أبانوب، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب على اليوتيوب، وتعالوا على الفيسبوك باسم الشيف أبانوب عادل.